عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ معايا نص فرخه هعملها مشويه. طبعا انا غسلتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي الفراخ دي يا جماعه بلدي، بس طبعا هي البلدي بياخد سوا، بس انا هشويها يعني ما عنديش فراخ بيضه. طبعا انا غسلتها كويس وبتبلها في ميه وملح وليمون زي ما انتم شايفين كده. ليمون بس، خل لا، الخل بيخلي الزفاره تمسك في الحاجه. تعالوا معايا نشوف الخطوات وهنعمل فيها ايه. حضرت اهي الخلطة بتاعتها. معايا توم مطحون اهو، ومعايا طماطم، ومعايا بصل وفلفل حراق وليمون. التوابل معانا حاجات بسيطة من كل حاجة. فلفل اسود، توم مفروم، توم باودر، نقطة كمون صغنونة، نقطة قرفة، نقطة كزبرة ناشفة، نقطة حبهان مطحون، نقطة جنزبيل، وطبعا الملح اهو. تمام. هنحط الخليط ده كله هنا. معانا طبعا الليمونه هنبقى نعصرها في الاخر. طبعا مش هنكتر ليمون يا جماعه. وهنحط التوابل عليها اهي كده. هحط الملح ومش هكتر ملح كتير عشان هي هتقعد معايا لبكره. ليه هتقعد معاكي لبكره؟ انت ممكن تعمليها بعد ساعه، بس انا هقعدها لبكره عشان انا عندي اكل النهارده فهعملها بكره. تمام. هنعصر بقى الليمونه عليها. طبعا مش هحط ليمون كتير، هي ليمونه واحده بس، ودي برضك بعتبرها كتير، بس هي انا عشان ايه، انا بكره حاجه اسمها ان انا اشم زفاره. ملح صغيره تاني عشان انا كنت حاطه قليل. ماشي. وهنقلبها. طبعا هنيجي عند الفراخ هنا هنغزها كويس جدا. ماشي. انا نغزتها بالسكينه كويس جدا من قدام ومن ورا اهي. تمام. بصوا بالسكينه اهي مكانها اهي. فهنبتدي بقى نحشيها. طبعا هغسل ايدي وارجع لكم. بسم الله. اجيب الفرخه كده اهي. تمام. وابتدي احشيها من كل ناحيه كده اهي كده. لازم تحطوا بصل في التتبيله عشان الزفاره. تمام. بصوا انا هنا، بصوا قطعاها، بصوا ازاي اهي. فادخل التتبيله جوه كده اهي كده، وهنا كده. طبعا هقلبها كده اهي. طبعا شايفين انتوا الفتحات اهي اهي. احشي كده كويس جدا كده كده اهي الفتحات. طبعا اجي عند الجلد هنا احاول اسلكه عشان ايه، ادخل الفراخ التتبيله جوه. بصوا اهي. شايفين لما فتحت انا، بصوا لسه ما حطيتش تتبيله، بس التتبيله دي من الناحيه التانية اهي. وادخل بقى كده اهو كده جوه الجلد كده كده. طبعا انا تبلتها اهي يا جماعه، وحطيت التتبيله من كل ناحيه. انا حاسه ان نص فرخه قليله طبعا، فطلعت كيس صدور فراخ اهو. انا هسيحه وانضفه كويس وهحط له، وهزود بقى الخلطه دي واحطها عليها. اشوفكم بقى لما نيجي نقليها. تمام. يلا انا هغطيها واحطها في التلاجة لتاني يوم. وطبعا الصدور دي هضيفها ليها لما ايه تبوش واغسلها. طبعا انا حبايبي غسلت اهي الفراخ اللي هي الصدور. تبلها بقى واحطها مع التانية وارجع لكم. يعني لكم حبايب قلبي تبلتها كلها اهي. وهقفل بقى عليها بكيس بلاستيك عشان ما عنديش استرتش. ماشي. واحطها في التلاجة لتاني يوم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا حبايبي انا عندي القلاية اهي. البرنامج بتاع الشوي ده بيديني كام؟ 50 دقيقة و3 درجات حرارة. تمام. وبعد كده لما اجي ادوس هنا اهوت على دي اللي جوه الزرار ده ادخله جوه هيشتغل. ده اللي هو دراع التقليب دوت انا شايلاه عشان احط الفرخه براحتي. وبعد كده عندي الشبكه بتاعتها دهيت اهي. الشبكه دي بتتحط كده على اساس لو انت حاطه اكل من تحت ولا عايزه تحطي ميه ولا حاجه، الميه تخلي تطلع على الفراخ وتخليها تستوي اكتر يعني.
بس انا مش هعمل كده، انا هحطها تحت في الارضيه الاول هنا عشان خاطر تبتدي تستوي، لان دي يا جماعه فراخ بلدي فتستوي براحتها. انا كده اهو عندي درجات الحراره اهي على 3. انا هسيبها على 3 لغايه لما تبتدي تدخل في السوا شويه، وبعد كده ابقى ازود درجات الحراره بتاعتها. بسم الله. ميه، شويه ميه في الارضيه من التتبيله. احط نقطه زيت بسيطه كده في الارضيه، واحط عليها هي زيت. انا حطيت الفراخ كلها اهي. بسم الله. هي كده هتشتغل معايا. طبعا انا لما بفتح الغطا بتقف كده. اشتغلت. سيبها بقى وارجع لكم بعد شويه نشوف حصل ايه. بس يا حبايبي عندي بطاطس هبتدي اقطعها، هحمرها جنب الفراخ المشويه، فهحضرها عشان خاطر قرب ما الفراخ تبتدي انها تستوي نحمر البطاطس، وهنعمل سلطه الطحينه جنبها. طبعا انا قطعتها وغسلتها وحطيت عليها شويه خل وشويه ملح. هنحط عليها بقى شويه ميه، وهنسيبها بقى. هنحمرها لما نيجي نخلص من الفراخ. تمام. هنحضر مع بعض الطحينه اللي هتتعمل جنب الفراخ المشويه. انا كان عندي عامله يعني مع اكله قبل كده مع سمك يعني طحينه اهي عليها يعني نقطه ليمون ونقطه توم. هزود عليها دي. تمام، عشان حرام دي تترمي. بصوا زي ما انتم شايفينها جميله قوي اهي. فهنزود عليها دي. هنحط عليها نقطه ميه سخنه عشان هي مجمده زي ما انتم شايفين كده. انا مش حطاها في التلاجة بس هي معرفش جمدت لي كده. هنحط عليها نقطه ميه سخنه وارجع لكم. وهنحاول نقلب. طبعا انا فكيتها اهو يا جماعه بالميه. بصوا، وجميله قوي لما تحط لها ميه سخنه او دافيه، تخلي الطحينه لونها فاتح كده ما تغمقش. هنحط عليها اللي هي القديمه دي هي ونقلبها. نحط عليها عصره الليمونه دي اهي، مش هنحط ليمون كتير. هنحط نقطه ملح بس، وعندي نقطه شطه مش هحط شطه كتير، وعندي نقطه كمون. تمام. وابتدي راحت المعلقه ابتدي اقلب. ما بحطش خل يا جماعه في الطحينه دي. هحط نقطه تومه صغيره اهو بس كده، مش هحط اكتر من كده. وبكده تبقى هي خلصت معانا. لو حسينا انها تقيله زي دي كده سنه، هنزود نقطه ميه صغيره وخلاص كده. واهي كده خففتها يا حبايبي، وطعمها حلو قوي على فكره. هنفضيها في الطبق ده. بسم الله. نحطها بقى للتزيين نقطه كمون ونقطه شطه، طعمها كده. يلا بقى نروح نشوف الفراخ اخبارها ايه. بصوا هي على بقت كام؟ 32 دقيقه. كانت الاول 55 تقريبا، مش عارفه ولا 50. ماشي بس كده. طبعا هي وقفت ما شاء الله. بصوا ابتدت انها تحمر اهي. فانا كده هقلبها على الناحيه التانية. شايفين؟ بصوا احمرت ازاي. بصوا الجناح ده. بصوا القلايه دي يا حبايب قلبي يمكن بصراحه رهيبه. ايه رايكم؟ ده كده ولسه ما خلصتش، لسه هنكمل سواها. نحولها للناحيه التانية، نقلبها للناحيه التانية. يا بصوا اتهرت ازاي. بدل اتهرت معايا كده يبقى انا كده خلاص تاخد بقى اللون وخلاص على كده. مش متحكمه عشان ماسكه الموبايل.
تعالوا بقى بينا نشوف وصلنا لايه في شوي الفراخ. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ دي مكنه دولونجي، قلاية دولونجي اللي هي الفراير اللي هي بدون زيت. شوفوا في الشوي ايه رايكم؟ ما شاء الله عليها، ما شاء الله. سخنه. ايه رايكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي حبايب قلبي. وشوفوا ايه رأيكم في الجمال ده. اتمنى الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك وتدعوا لي دعوة حلوة. ودي كده الوجبة بتاعتنا كاملة. سلطة الطحينة الجميلة بتاعتنا، البطاطس المحمرة. طبعا هي مش باينة قوي عشان الضوء اهو، بس رأيكم ايه رأيكم؟ ما شاء الله عليها جميلة. وادي المخلل، وادي الوجبة الجميلة بتاعتنا. والله يا جماعة لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا ما تنسوش بقى تدوسوا اللايك وتدوسوا اشتراك وتدعوا لي دعوة حلوة. السلام عليكم.